أسوأ شعور ممكن يعدي عليك هو إنك تكون عارف إيش الأشياء اللي لو سويتها بتكون حياتك أفضل، بس في نفس الوقت تحس إنك مربوط ومو قادر تسويها. هل أنت كسول ولا الموضوع أعمق من كذا؟ الحين لو أسألك إيش الأشياء اللي لو سويتها راح تكون حياتك أفضل، أكيد في أشياء جات في بالك، أشياء أنت تقدر تسويها، بس في شيء يمنعك من إنك تنجز. وليش صعب علينا إن نبدأ في الأشياء المهمة ونروح للأشياء اللي نعرف إنها مضرة؟ وإيش الحل؟ هذا اللي بنحاول نجاوب عليه في هذا الفيديو. عشان كذا لايك وسبسكرايب. طيب، التسويف أو التأجيل موجود عند أغلبنا، وكل شخص يسوف في مجال مختلف. البعض يسوف في الدراسة، وبعضنا يسوف في الشغل، وجزء يسوف في الرياضة، في أشياء مختلفة كثير. والأغلب يعتقد إنه اللي يسوف غالبا يكون شخص كسلان أو مو منظم ومو مهتم إنه ينجز أو ما يعرف يرتب وقته. بس الموضوع مختلف شوية. الموضوع كله يبدأ في الدماغ. أول ما توصل المهمة لدماغك، الدماغ يبدأ يحلل مشاعرك تجاه هذا الموضوع. يعني لو عندك اختبار مهم وضروري تنجح فيه وخايف ومتوتر، مخك راح يقول يا عمي ليش التوتر؟ هدأ أعصابك الحين ونشوف إيش يصير بعدين. وبهذه الطريقة يتجنب انه يواجه هذا الضغط وهذه المشاعر السلبيه اللي جاتك لما عرفت المهمه اللي عليك، ويحاول انه ياخرها قدر المستطاع. فما تبدا في المذاكره الا بعد ما يصير ما في وقت، وتكون مجبر انك تبدا وعليك كميه تراكم مو طبيعيه. بس ايش هذه المشاعر اللي تعطي هذه الاشاره لمخك؟ عشان تفهم ايش المشاعر هذه ضروري تفهم شيء اسمه دائره التسويف. خلينا أشرح لك. تخيل عندك مهمة إنك تكتب بحث عليه 50 درجة مثلا. هنا تكون هذه المهمة خطرها عالي عليك ونتائجها ضروري تكون مرتفعة. هنا يجيك أول شعور في الدائرة وهو الشك، وتبدأ تقول لنفسك الموضوع صعب ومعقد ويحتاج وقت، وتبدأ تفكر في النتائج وكيف إنك ما أنت قادر تبدأ. وهنا يبدأ الجزء الثاني من الدائرة وهو القلق. تبدأ تفكر بشكل مبالغ فيه وفي كل شيء غير إنك تبدأ، وهذا القلق يبدأ يزيد عندك الجزء الثالث وهو الخوف من الفشل. والخوف هذا يرجعك للشك، والدائرة تبدأ من البداية مرة ثانية، فتأجل أكثر وأكثر. وهنا يصير كل شيء في الكون ممتع أكثر من إنك تبدأ وتشتغل على الشيء اللي عندك. ولو تلاحظ إنه مثلا لو كان عندك بكرة أهم اختبار في حياتك، راح تكتشف فجأة إنك ما تقدر تركز إلا بعد ما تشرب خزان شاي وكل دقيقة تكون في المطبخ. بس إيش الحل؟ الحل يعتبر سهل وبسيط. لا تسوي شيء. أيوة، لا تسوي شيء. عندك مذاكرة ومهام ضروري إنك تخلصها، قول يا إني أذاكر يا أجلس بدون ما أسوي شيء. فتعطي عقلك هذا الخيارين، بس بشرط إنك تطلع كل شيء ثاني ممكن يلهيك ويعطيك جرعة من المتعة. صدقني راح تذاكر وراح تكون المذاكرة ممتعة. كان في تجربة حطوا مجموعة من الناس في غرفة فاضية وما عندهم أي شيء ثاني ممكن يلهيهم، وحطوا معاهم جهاز كل ما تضغط على هذا الجهاز راح تتكهرب. والمهمة اللي كانت مطلوبة منهم إنهم يجلسوا في هذه الغرفة بدون ما يسوون شيء. وبعد مدة أغلب اللي كانوا مشاركين في هذه التجربة ضغطوا على الزر اللي موجود في الجهاز وأكثر من مرة. ولما سألوهم ليش ضغطوا على الزر، قالوا بسبب الملل خلى الضغط على الزر هذا وشعور الألم ممتع أكثر من إنهم يجلسون بدون ما يسوون شيء. وإنت لو شلت كل الأشياء اللي ممكن إنها تلهيك وصار عندك خيارين، إما الملل أو إنك تذاكر، مخك راح يحاول إنه يتجنب الملل قد ما يقدر وراح يروح للمذاكرة. راح تذاكر وإنت مبسوط، بس ضروري تكون جاد، ما تتنازل للملل، تروح تمسك الجوال أو تروح تسوي شاي، لا تشرب شاي. والحل الثاني هو انك تقسم كل المهام اللي عندك لمراحل تقدر تخلصها بسرعه، والشعور اللي يجيك انك انجزت مرحله من هذه المراحل راح يخليك تستمتع وانت تذاكر ويقنع مخك انك تكمل في المذاكره. والحل الثالث، اربط معاك شخص ثاني تذاكر معاه او تشتغل معاه، بس لا تختار شخص أسوأ منك وتقومون تسوون شاي مع بعض. والحل الاخير عشان الفيديو لا يصير طويل، حط لنفسك مدير لازم تسلم النتائج نهايه اليوم، حتى لو الموضوع خاص فيك وما في اي عقوبه عليك. كلم اي احد من اللي حولك انه راح اخلص هذا المشروع بعد ساعتين مثلا، وبعد الساعتين هذه روح عنده خليه يشوف وين وصلت، وهذا يعطيك شعور انه لازم انجز عشان يكون عندي شيء اقوله. ولا تحاول انك تبرر لنفسك تقول كان يمديني وحاولت وما كان في وقت، او انه الموضوع اصعب من اللي كنت متوقعه. قول فشلت وما قدرت برجع احاول مره ثانيه. ولا تقول كنت اشرب شاي. اصلا رمضان جاي وبتكون صايم، واذا تبغى تعرف كيف تستعد لرمضان وتستفيد من هذا الشهر اللي يعتبر اهم شهر في حياتك، شوف هذا الفيديو وبس. لايك وسبسكرايب. سلام.